مختلفه اللي جاي. وعايز اسال المهندس ابراهيم، يعني النهارده احنا قدامنا بنسمع عن تجارب، نسمع مره عن تجربه كارت بنزين، وبعدين تلاقي كارت البنزين يتوقف، وبعدين نسمع عن موضوع النهارده سداد الجمارك عن طريق المدفوعات الالكترونيه. ففجاه استمع الى المهندس محمد السويدي يقول واحنا ما بندفعش الجمارك عن طريق المدفوعات الالكترونيه لان هم مش متصلين ببعضهم. هل هي مشكله اعلام بعضنا ولا هي مشكله فعلا الحاجات دي مش موجوده؟ يعني هي مش موجوده ولا احنا مش عارفين؟ هي الحاجات موجوده، بس هو واضح ان محمد بيه هو اللي مشغول شويه. محمد بيه مش هو اللي بيدفع الجمارك، مش هو اللي بيدفع الضرايب. غالبا الناس اللي عنده بيدفعوا جمارك الكتروني، لان احنا نحمد ربنا ان احنا الجمارك بالذات مش الضرايب. الجمارك بالذات الحصيله السنه دي وصلت ل 7 مليار بالدفع الالكتروني. يعني لو احنا بنتكلم عن الحصيله بنتكلم في 9 8 وشويه، فانت بتتكلم مور ذان 80%. هو في حاجه احسن كمان بس ممكن نبقى احنا شبكه للتيم الخدمات الحكوميه مع الوزير بيتكلم إتاحة المعلومة هي اللي كانت فيها مشكلة. اللي اتكلم عليها طارق إن يبقى في بزنس بروسس جوه الحكومة عشان تشوف المعلومة إزاي. الجزء ده فيه حاجات كتيرة اتطورت فيه. في جزئين مهمين، البنوك يمكن معانا برضه بنك الأهلي هنا وبنك مصر وCIB، كل البنوك دي شغالة دلوقتي كمان بتخلي الCFO بتاع الشركات الكبيرة بيعمل من مكتبه كمان، بيدفع جمارك من مكتبه. وزي ما حضرتك بتقول بتقضي كتير جدا على فساد، جزء كبير من الفساد، لأن أنت لما بتتعامل مع موظف البنك، موظف البنك ملوش غرض غير إنه ياخد الفلوس من الحساب ويدي الشهادة. في الضرايب نفس الحكاية، يمكن قرار السيد رئيس الجمهورية القانوني اللي بيخلي الشركات هي اللي تدفع الكتروني الزامي، يمكن ده اتحقق انه عمل 16 ضعف السنه اللي قبلها، 16 ضعف. مع احترامي ان برضه في شركات ما التزمتش وكان في مشاكل في الحصيله، انما 16 ضعف يعني معناها ان برضه في تقدم الحمد لله لقدام. انا بس عايز اقول الجمله الثانيه اللي اسامه بيتكلم فيها ايه التجارب. مهم قوي ان احنا يبقى في تجارب موجوده وناجحه في مصر. نفسنا احنا كشركه ونفسنا كقطاع ان احنا نصدر ونطلع بره عشان يبقى صوت ريفينيو لينا للدوله. انما هو البوتنشال في مصر كبير، يعني الكلام كله واكيد حضراتكم عارفين ان البنوك لسه وان عدد الناس اللي ممكن يبقوا بنك اكتر، انما في عندنا رول مهم جدا وفي تشالنج كبيره قوي، والتحدي ده ان شاء الله يبقى قابل اللي هو البريد. البريد جزء مهم جدا زي ما قلنا من الشمول المالي، وجزء مهم جدا من الفاينانشال انستتيوشن اللي موجوده في مصر. ال 4000 فرع اللي معالي الوزير بيتكلم عليهم، لو هم دول ادوا الدور بتاعهم في الفاينانشال سيرفيسز اللي ان شاء الله على ايد معالي الوزير تنتشر، رايي ان ده هيغطي جاب كبيره جدا للبنوك. نمره اثنين، اللي متعاملين مع البريد ممكن نسبه كبيره منهم جدا ما يعرفوش البنك، ما يعرفوش يتعاملوا مع البنك. ففي النهايه اللي انا عايز اقوله ان قصص النجاح اللي معانا مع المعاشات زي ما ذكرت في تكافل وكرامه. تكافل وكرامه في 8 شهور، في اخر 4 شهور في 325 اسره في 8 محافظات في الصعيد، كلها بلاد يعني ربنا يكرمنا كده ونساعد الناس اللي هناك، بلاد ما فيهاش اي حاجه غير ان فيها فرع بريد. فرع البريد ده هو كل حاجه هناك. الناس دي بدات تقبض فلوسها بالكارت من فروع البريد. 324,000 اسره. 324,000 اسره بيكملوا 1,300,000 واحد. والمفروض ان دول ده دعم نقدي مشروط، يعني مرتبط بالتعليم، مرتبط بالصحه. قصه والسيستم موجود، البيانات بدات بطريقه تكنولوجيه. يمكن معالي الوزير شرفنا وشاف ازاي بالتابلت ان الراجل بيكمل قاعده البيانات اللي هو كان محمد بيقول ليه قواعد البيانات مش مرتبطه ببعض، بس دي قاعده بيانات هتبقى مربوطه ومرتبطه بالتعليم والصحه. في النهايه اللي انا عايز اقوله
دي قصة نجاح للحكومة، وقصة نجاح للدولة، وقصة نجاح لينا، وقصة نجاح للبريد المصري. دي ممكن تتعامل مع بنوك ومع كذا، في قصص نجاح كتيرة موجودة، كل انها تعمم دفنتي عايزين نعممها، في دور للإعلام فيها، لازم يبقى في دور للإعلام فيها. شكرا. احدى هذه الموضوعات الاستاذ ابراهيم سرحان يمكن رد عليها، يمكن مش بالشكل، مش منتشر بالشكل الكبير، كلام حضرتك يعني ايه صحيح، لكن هناك دفع عن الجمارك والضرائب عن طريق الدفع الالكتروني. الحقيقه تحصيل الجمارك والضرائب الكترونيا النمو بتاعه او معدل النمو بتاعه من سنه لسنه، من السنه اللي فاتت السنه كان الحقيقه نمو عالي جدا. بس حضرتك الحقيقه اشرت لحاجات كتيره جدا مهمه، من اول المواطن البسيط اللي بتروح له ورقه علشان خاطر يثبت ان هو ما يعني بنعمل خناقه عشان خاطر يقول والله لا سيب ولا سيب. فدي كلام حضرتك كلام مظبوط 100%. وان توجه الدوله والحكومه النهارده ان احنا نحاول ان احنا يبقى عندنا ستراكشر او عندنا طريقه، هذه الطريقه تبقى طريقه محترمه ممثله في ازاي نقدر نخاطب المواطنين باماكن سكنهم اللي هم اللي واقعين تحت الجزء بتاع دفع الضرائب العقاريه. حضرتك اديت مثال، لكن ده مش كل حاجه. فاحنا قاعده البيانات بتاعت قاعده البيانات العقاريه احنا انتهينا من دي ثروه عقاريه، والثروه العقاريه احنا مهتمين بيها، والثروه كمان ثروه الارض الزراعيه في الحيازه الزراعيه. احنا يمكن مع شركه اي فاينانس عاملين الدوله ممثله في وزاره الماليه، وزاره الاتصالات ووزاره التخطيط، فيعني هناك برضه تعاون فيما بين الوزارات ان احنا بنحصر الثروه العقاريه والثروه الزراعيه، الارض الزراعيه، علشان خاطر نخاطب الناس بشكل صحيح. فالثروه العقاريه خلاص تم الانتهاء منها. الثوره اللي هي او الثروه الزراعيه احنا بدانا اول خطوات في بعض المحافظات وهننتهي منها قريبا ان شاء الله بالحيازه الزراعيه كلها، ودي هتضمن لنا حاجات كتير قوي. اتاحه المعلومات والاملاك الدوله، فحضرتك اشرت لاكثر من في معلومات كثيره، بس معلومات متعدده، مفيش معلومه واحده بتوصل. فاحنا برضه في سيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء شكلت لجنه علشان خاطر توحيد قواعد البيانات، عشان قواعد البيانات تبقى قواعد بيانات موحده، وتبقى المعلومه معلومه واحده هتصدر لاي مواطن يطلبها باسرع وقت ممكن. هرد على حضرتك بس في المنشاه، سواء اذا كانت المنشاه رقم المنشاه الصناعيه او رقم المنشاه التجاريه. يمكن مع اتحاد الغرف التجاريه والاستاذ احمد الوكيل احنا عاملين سيستم كامل بارقام الوحدات المنشآت التجاريه باماكنها، حتى على الجي بي اس سيستم. لو حد حب يفتح سوبر ماركت في مكان نقول له عدد السكان في هذا المكان قد ايه، في كام سوبر ماركت في هذا المكان، وهو عليه ان هو يقرر اذا كان هيفتح ولا لا. اما بالنسبه للرقم في المنشآت الصناعيه فده المفروض ان احنا هيبقى في كارت واحد، الكارت ده هيبقى فيه كارت المواطن، يبقى فيه كل المعلومات، سواء اذا كان الرقم المنشاه الصناعيه، رقم في الضرائب، رقم المنشاه التجاريه، بكل الخدمات اللي هياخدها. واحنا يمكن بننتهي من اعداد المشروع ده خلال الربع الاول من السنه دي، وسياده رئيس الجمهوريه مهتم بيه شخصيا عشان خاطر ينتهي باسرع وقت ممكن، وده عشان خاطر برضه مهم لتسهيل الاعمال، ومهم بشكل كبير جدا في ادخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. يعني حضرتك انا متشكر ان حضرتك يعني ذكرت الحاجات دي. اما بالنسبه لاتاحه الاراضي فاحنا عندنا 7 مناطق تكنولوجيه، يهمنا لو حضرتك يعني
تحب انك انت تكون لك تواجد فيهم، هو اعلم تتميز عن هذه المناطق التكنولوجيه، وحضرتك يعني اعمالك كلها اعمال يعني تتعلق بالتكنولوجيا والالكترونكس. لو حضرتك يعني تحب انك انت تبقى مشارك فيهم، احنا طبعا بنرحب ترحيبا شديدا بالمستثمرين الجادين زي حضرتك وناجحين.